عايزه اقول لكم اعملوا الحركه دي بجد، يعني مش هتحسوا بالغدا، خصوصا بقى في الحر اللي احنا فيه ده. شايفين؟ يعني اي بقى اي بنوته بتخش المطبخ في الجو ده، دي بتبقى ملكه بطله. يعني مفيش بعد كده بقى، يعني مفيش بعد كده يعني بطوله، يعني انك تخش المطبخ في عز الحر. حتى يعني انا عندي المروحه في المطبخ، بس ازاي انت هتشغلي البوتاجاز والمروحه شغاله؟ اهي دي بقى مشكله بتقابلني، لازم وعلى طول بسم الله ما شاء الله البوتاجاز بقى شغال، فانت هتبقى قافله المروحه. فدي بطوله، يعني دي في حد ذاتها بطوله. بجد لما بتخشي المطبخ تعملي اي حاجه، حتى لو مش ميعاد غدا، لو هتعملي كوبايه شاي، هتغسلي طبقين، اي حاجه اي حاجه هتعمليها. مين فيكم بيحب الرز ابو شعريه؟ مش اي رز بشعريه، الرز اللي مرمر بتعمله بشعريه، مش زي اي رز. تعالوا اوريكم بقى انا بعمل الرز ابو شعريه ده ازاي. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين في عمايل الرز، بس انا بقى هقول لكم كده على كام كده يعني تركه كده انا بعملها في الرز ابو شعريه. بصوا انا بحب كده ايه، شايفين؟ بحط كده معلقه ملح علشان الشعريه دي كلها يبقى لونها موحد، لونها كده بيبقى ايه ذهبي جميل زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما تبقاش ايه الشعريه فيها محروق فيها، لا، يبقى لونها كله موحد. يبقى انت تحطي كده معلقه ملح وانتي بتحمري الشعريه، يعني في بدايه التحمير يا بنات. بس انا عشان ما اخدش وقت كتير من الفيديو، انا خليت الشعريه تتحمر شويه علشان ما اخدش بس وقتك. انت في بدايه التحمير هتحطي معلقه الملح دي. في تركايه بقى تانية هتخلي لك بقى الشعريه دي في حته تانية خالص، والرز ده يا خراشي يا خراشي. شويه بقى ملح بفلفل كده، تمام؟ الملح ابو فلفل ده، عايزه اقول لكم الفلفل ده هيخلي كده الرز فواح، بقول لك هيبقى في حته تانية خالص. انا طبعا كنت غاسله الرز ومجهزاه برضو عشان ما اخدش وقت معاكم في الفيديو. بصوا هقلبه بقى كده حلو قوي قوي. لازما كده يا حبايبي كلنا عارفين لازما الرز كده نقلب فيه شويه مع الشعريه، علشان كده لما تيجي تسقيه بالشوربه، او لو انت بقى عامله غاليه ميه وحاطه فيها بقى مرقه وهتبقى يعني هيبقى رز صيامي، ايا يكون الرز ما يطلعش معجن. فانت لازما تقلبي شويه حلوين كده. هتفضلي بقى تقلبي لحد ما الرز ده تلاقيه كده بيخرفش معاكي في الحله. يبقى اول خطوتين هيطلعوا لك الرز حكايه، والشعريه لونها كده في الرز مش غامق ذهبي جميل كده. هتحطي معلقه الملح اللي انا حطيتها في الشعريه وانت بتحمريها، وكمان هتحطي ملح بفلفل. يعني هتزودي، ما تحاوليش تكتري الملح، هتزودي شويه بالملح وتحطي عليهم سنه فلفل، تمام؟ عايزه اقول لك الفلفل الاسمر ده، او انت بقى لو عندك فلفل اسمر كده مطحون لوحده، هتحطي كده شويه صغنطتين، صغنطتين، عشان هيخلي لك الفلفل الرز ابو شعريه ده فواح. بس ما تكتريش الفلفل الاسمر عشان الرز عندك ما يغمقش. لو عندك فلفل ابيض حطي. في خطوه بقى تانية يا حبايبي بعملها، بصوا بقى، لو انا عندي شوربه ما عنديش شوربه دي فانا بعمل طبعا لو الرز صيامي زي ما انا بقول لكم كده، بحط بقى مرقه خضروات في ميه، وبغلي الميه واحط ورق لوري وملح وسنه فلفل، وبحط برضو يعني جزرايه كده وفلفلايه بدو للشوربه اللي انا هعملها الصيامي للرز كده نكهه جميله. بصوا بقى في كل الاحوال انا عندي المرقه دي زي التوابل بالظبط، زي التوابل. فانا برضو بصوا احط مكعب، بحب احط المكعب اهو، شايفين؟ مع اني انا هسقي الرز ده بشوربه، بس برضو بحب احط المكعب. ده عايزه اقول لكم الريحه حرفيا، ايوه كده على الريحه الفواحه.
عايزه اقول لكم بتفرق قوي مع سنه الفلفل الاسمر ده، بيفرق قوي، بيخلي فعلا الرز فواح كده وجميل، زي الرز كده اللي انتوا بتاكلوه كده في الافراح. تملي رز الافراح تقولوا ايه ده، هو الرز ده ماله كده جميل كده ليه وريحته حلوه كده ليه؟ هو بقى ده بيبقى عامل زي رز الافراح بالظبط. ده الرز ابو شعريه، طريقتي اللي انا بحب اعمل بيها الرز ابو شعريه، جربوها وبجد مش هتندموا. مين زي بقى كده بيحب ايه يبدا يومه كده اول ما يخش المطبخ وهو بيعمل كوبايه شاي، يعمل اي حاجه في الغدا، يعني اللي هو يجهز اي حاجه كده من ناحيه الغدا. يعني انا قلت ايه، هعمل كوبايه شاي، عقبال الميه كده ما تغلي بتاع الشاي يكون انا بقى ايه جهزت الرز. طبعا انا لسه ايه، دي اول حاجه بجهزها، يعني لسه ايه طبعا هسلق بقى اللحمه. عايزه اقول لكم، بس انا حبيت بقى ايه زي ما انا قلت لكم كده وانا بعمل كوبايه الشاي، حبيت ايه استغل الوقت واعمل ايه، اجهز شويه الرز كده، هيبقى هما كده هيبقوا جاهزين على ان انا ايه على طول هسقط الشوربه، يعني يبقى سخن في وقتها كده. عايزه اقول لكم اعملوا الحركه دي بجد، يعني مش هتحسوا بالغدا، خصوصا بقى في الحر اللي احنا فيه ده. شايفين يعني اي بقى اي بنوته بتخش المطبخ في الجو ده، دي بتبقى ملكه بطله، يعني مفيش بعد كده بقى، يعني مفيش بعد كده يعني بطوله، يعني انك تخش المطبخ في عز الحر. حتى يعني انا عندي المروحه في المطبخ، بس ازاي انت هتشغلي البوتاجاز والمروحه شغاله؟ اهي دي بقى مشكله بتقابلني، لازم وعلى طول بسم الله ما شاء الله البوتاجاز بقى شغال، فانت هتبقى قافله المروحه، فدي بطوله، يعني دي في حد ذاتها بطوله. بجد لما بتخشي المطبخ تعملي اي حاجه حتى لو مش ميعاد غدا، لو هتعملي كوبايه شاي، هتغسلي طبقين، اي حاجه هتعمليها، حاولي اي حاجه في الغدا تجهزيها، اي حاجه شويه كده زي ما انا بعمل الرز كده، هتعملي شويه رز يبقى ايه، تعملي الشعريه، وما تنسيش بقى التركات اللي انا قلت لك عليها للرز ابو شعريه عشان يطلع ايه فواح وجميل. هتعملي بقى تجهزي كده الشعريه زي ما انا بعمل مع الرز وايه، ويعني هقفل عليه، وممكن بقى لو انت عايزه تعصري طماطم هتعملي بصلايه، يعني حاولي كل ما تخشي المطبخ لو هتعملي اي حاجه بسيطه فيه، مش ميعاد غدا ولا حاجه، انتشي حاجه من الصنف من الاصناف بتاعه الغدا، اللي هو حاولي حتى تجهزيه، يعني حتى لو الطماطم مش معصره، لا اعمليها عصريها في الخلاط، بصل عايزه تقطعيها قطعيها واخلصي منها. هتلاقي بقى في وقت ان انت بتعملي الغدا، هيبقى الغدا بتاعك ده مش هياخد معاكي 5 دقايق، جربوا ومش هتندموا. عايزه اقول لكم بقى ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك اللي بيفرحني، ومتابعه وكومنت حلو كده زيكم يا حبايبي. بقول لكم ايه، باي 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 يا حبايبي.